احمد رضا معانا على التليفون. يا احمد يا رضا، ازي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله بخير والله. طبعا احمد رضا ناشئ نادي الزمالك السابق ولاعب بتروجيت الحالي الفريق الاول، احد انديه الممتاز بيه. طبعا بتروجيت نادي كبير ونادي عريق طبعا. ابو حميد، قول لي حكايتك ايه؟ يعني ازاي مشيت من النادي وايه اللي اتعامل معاك في الفتره السابقه لما انت طلب منك ان انت تلعب فريق اول، ثم فجأة بعد كده لقيت نفسك بره نادي الزمالك؟ والله يا كابتن، هي اخر فتره ليا في نادي الزمالك ليا كانت صعبه جدا جدا يعني. امم يعني في حاجات مريت بيها ما ينفعش تفتكر في كره القدم والله يا كابتن. احنا يا كابتن عندنا فريق. علي صوتك شويه يا احمد بعد فضلك. عملنا كابتن ميمس، كابتن بدر حامد عملوا فريق الامل. ايوه. وبنعمل مباريات مع الدرجه الاولى وشغالين كويس يعني الحمد لله. فبعد ماتش قال لك عايزين نلاعب احمد رضا وسيد نيمار يطلعوا يتمرنوا فريق اول. خلي بالك يا احمد بدون قطع كلامك، مستر كارتيرون قال لي انا شخصيا عليك، وانا جيت قلت لك لو تفتكر. اتفضل يا كابتن. يا كابتن، فيعني ظروف، وكابتن بدر برضو رحب بيا، وما كنتش عامل عقد يا كابتن على فكره. كنت ماضي عقد في نادي الزمالك؟ عملت عقد. الكابتن بدر جاب لي عقد وعملت عقود، وانا رحبت ان انا موجود في النادي وخلاص بقى هفضل في النادي ان شاء الله. بعدها بفتره قصيره كده كلموني قالوا لي بقى كابتن في اداري كلمني، قال لي بقى شوف دنيتك بقى وشوف نادي يعني خلاص يعني بالعربي. انت مش بتقول لي ماضي عقد يا احمد؟ مضيت عقد، ما خلاص ما عادش ليه لازمه. طب ليه ما توثقش العقد ده يعني؟ لا ما توثقش، مالوش لازمه لسه عشان كده يعني. ما توثقش، لم يوثق العقد. لم يوثق العقد يعني. يعتبر خارج نادي الزمالك بالعربي. فكابتن رحت بقى بتروجيت، الكابتن ربيع رحب بيا ويعني ساعدني كتير جدا، والحمد لله يعني له فضل عليه في اللي انا فيه دلوقتي، الحمد لله في نعمه والله. الفترة اللي فاتت يا رضا قبل ما يختارك نادي الزمالك كنت بتتمرن مع فريق الامل في نادي الزمالك صح؟ صح يا كابتن. طيب ما حدش قال لك ان انت هينوثق العقد بتاعك هتقعد في نادي الزمالك، انت مثلا ابن نادي الزمالك مش هنفرط فيك مثل الامور، مثل هذه الامور يعني؟ ولا هم قالوا لك الاداري انت بتقول اتصل بيك وقال لك شوف نفسك؟ لا، ده كابتن بدر حامد، انت يا ابني لعيب كويس ومش هتمشي، انت ابننا وهتفضل في النادي مستقبل النادي. وكابتن سامع عبد الحليم يعني دول كانوا ماسكين فريق الامل. كابتن احمد محسن، ومش هتمشي، مش همشي بقى باي اسلوب من الاحوال. بالظبط. وقال لك هنعرض العقد بتاعك على الكابتن حسين السيد ونشوف الكابتن فاروق جعفر. بعدها برضو ما حصلش اي حاجه ومشيت في الاخر. يعني الناس عملوا اللي عليهم وزياده، بس اللجنه خلاص بقى هي مش موافقه باللاعب. خلاص. لكن ما حدش جه بعد كده قال لك انت قاعد هنوثق عقدك وتبقى مننا وتطلع اعاره من خلال نادي الزمالك؟ ما حدش قال لك هذا الكلام؟ لا مفيش كلام من ده خالص يا كابتن. انت بتلعب اساسي في بتروجيت انا عرفت. الحمد لله كابتن. انت جبت جون اعتقد، كسبته احنا معانا الهدف على الشاشه يا ابو حميد اهو، هدف جميل. هدف 3 بونت الحمد لله يا كابتن. ده في الدقيقه كام ده يا احمد؟ 85. الدقيقه 85. ده احمد رضا يا جماعه اللي بيكلمنا دلوقتي على الهاتف اهو. كرة اتعملت. ده بدماغك ولا برجلك؟ ده بوش رجلك. بوش رجل خارجي. ده الهدف الدقيقه 85، الهدف الثالث 3 بونت على الترسانه. وماتش كان صعب الحمد لله يعني قدرنا نحسمه. واتعمل لك عقد في بتروجيت دلوقتي خلاص وتمام التمام، ودي امور بالنسبه لك زي الفل ومفيش اي مشاكل عندك؟ الحمد لله بتروجيت دلوقتي خلاص بقى ناديه خلاص. يعني انت طب مش عايز اقول يعني عقدك كام سنه؟ انا عقدي في بتروجيت 3 سنين. مش عايز اعرف المقابل المادي لان ده مش من حقنا يعني، لكن ده حاجه سر بينك وبين النادي. لكن يعني مش عارف اقول لك ايه يعني. وانت ماشي من نادي الزمالك هل كنت حزين زعلان يا رضا؟ اكيد طبعا يا كابتن، مجهود ضاع، مش انا لوحدي يعني، في لعيبه كتير مشيت. ما انا قلت يعني اسماء اللعيبه دلوقتي. حرام والله حرام. انت بقالك كام سنه في نادي الزمالك؟ كان بقالك كام سنه في نادي الزمالك؟ انا بقالي 4 سنين في نادي الزمالك. جيت سنه جيت كان سنك كام سنه؟ او انا جاي الزمالك عندي 18 سنه. 18 سنه ولا 13 سنه؟ 18 ل 17. 17 سنه.
17 مع كابتن رفاع محمد رفاع. ولعبت بقى، كنت تلعب اساسي على طول والكلام ده كله لغايه لما قالوا لك هتمشي يعني؟ والله يا كابتن، يعني كنت شغال فتره كويسه جدا. وعلى فكره السنه اللي فاتت دي قبل ما فاركو يصعد الممتاز، انا كنت فاركو كان عايزني في واحد اعاره على فكره. انا ايه يا احمد معلش تاني؟ فاركو قبل ما يصعد للممتاز كان عايزك في اعاره. صح، اعاره في شهر واحد بس. واللجنه برضه اللجنه ما وافقتش، قال لك مش هنمشي على اللاعبين. يعني اللجنه ما وافقتش وبعدين سابوك بعد كده؟ بعد كده ثاني سنه سابونا ببلاش. والله يا ابو حميد مش عارف اقول لك ايه، يعني اتمنى لك التوفيق يا ابني، والخيره فيما اختارها الله، وربنا يوفقك. ومحدش عارف، يمكن نادي الزمالك بعد 4 5 سنين وثلاث سنين يشتريك بملايين. حد عارف حاجه؟ ما انت بتقول انك بتلعب اساسي ولسه عرضنا لك جون الحقيقه فيه مهاره عاليه، برغم ان انت بتلعب مساك مش كده؟ انا بلعب مساك وديفندر يا كابتن. مساك وديفندر كمان؟ وباك رايت. ما شاء الله، يعني انت جوكر يعني. الحمد لله. ابو حميد انا بتمنى لك التوفيق، وما تزعلش، وانت في نادي كبير برضه، وربنا يوفقك ان شاء الله، وتبقى يعني في افضل حال دايما يا حبيبي. ان شاء الله يا كابتن. بشكرك يا احمد. وشكرا يا كابتن على المداخله الجميله دي. على ايه يا حبيبي، انا اللي بشكرك جدا، كنت معانا في ملعب الناشئين. بشكرك شكرا جزيلا اللاعب احمد رضا، المستغنى عنه من نادي الزمالك ببلاش.